اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة هنعمل معاكم كده حاجة رائعة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل بقى صوص الكراميل او صوص الطوفي، حاجة كده في منتهى الروعة. شوفي الشكل جميل ازاي، والطعم طبعا كلنا بنحب صوص الطوفي او صوص الكراميل. بيبقى في الحلويات او تزيني بيه تورت، تزيني بيه بسكوتات، اي حاجة بيه تزينيها بيها بتدي تيست حلوة قوي. شوفي الشكل جميل ازاي، ما شاء الله شكله حلو. وتقدري ان انتي برضو تعمليه تقيل بالشكل اللي انتي شايفاه ده، او تقدري تخففيه برضو لو انتي هتعملي على اي برضو تزيين للحلويات، تعمليه سميك او بالشكل اللي انتي شايفاه ده كده، او تعمليه خفيف. يلا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدأ ونقول ايه، هنحط كده المقادير بتاعتنا. جبنا كوباية من السكر الحبيبات. طبعا هنحطها على النار، نسيبها كده على النار لغاية ما تبدأ ايه تكرمل من الحروف كده. نبدأ بقى نقلبها. طبعا ايه بنحركها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وهي على النار، ونبدأ نقلب فيها كده واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. واهم حاجة ان انتي طبعا وانتي تعملي في حاجة ايه تكون كبيرة شوية، ما تكونش ضيقة، علشان طبعا بتفور وكده فما تلسعش ايديكي. طبعا انا سيحت السكر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ونحضر بقى معانا كوباية لبن او كوباية حليب. نجيبه 3 معالق صغيرين نشا او معلقتين كبار من النشا. نقلبها كويس. طبعا كوباية الحليب زي ما انتوا شايفينها اهي. دول انا حطيت بمعلقة صغيرة، حطيت 3 معالق نشا، بمعلقة كبيرة معلقتين. نقلب النشا كويس طبعا. وطبعا اهو تكرمل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وحطيت معلقة زبدة، عايزة تحطي سمنة مفيش مشكلة. لو انتي اول مرة بتشوفي قناتي، انا اميرة المسلماني. سيحنا كده الزبدة عليها وقلبناها واحدة واحدة. شوفوا لون الكراميل حلو ومش لون غامق. على فكرة الإضاءة بتاعت في الجنب مدياكي ان هو من الجنب لون غامق. لا، هي الإضاءة بس هو اللون فاتح بالشكل اللي انتي شايفاه ده. وهنبدأ نسمي الله وننزل كده ايه بالحليب كده واحدة واحدة. طبعا التكتلات دي كلها هتروح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فكت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصي التكتلات تكتلات بسيطة خالص خالص اهو. معاكم واحدة واحدة كده لغاية ما التكتلات دي تروح خالص خالص اهي. بتدوب واحدة واحدة. تفضلي تقلبي بالويسك كده لغاية ايه يعني تفك معاكي بقت بالشكل اهو، الشكل اللي انتي شايفاه ده. فكت كل التكتلات فكت معانا. وهنبدأ بقى ايه نفضيها في اي بولة كده علشان تبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو فضيتها كده في البولة وهنسيبها ايه تبرد بقى شوية اهي. بصي وهي سخنة لسه ايه طبعا اما انتي بتضربيها بالمضرب او بالويسك ايه لونها بيفتحها اكتر من كده كمان. هنسيبها تبرد بقى شوية اهي. هي طبعا فيها تكتلات بسيطة، بس اما تضربيها تبقى ايه ناعمة وحلوة قوي قوي. طبعا سبتها ما بردت شوية. ابدأ كده عليها ايه اضربها كده بالهاند بلندر واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو شوفي بدأت ايه، شوفي لونها جميل ازاي وبتلمع اهي. بصي اما تضربيها كده بالهاند بلندر بتنعم معاكي وتبقى حلوة قوي اهي بالشكل اهي اللي انتي شايفاه. حتى لسه دافية، انا مفروض ان انا اسيبها تبرد شوية. واحدة واحدة كده هنضربها بالايه بالهاند بلندر، بس ما تعملوش زيي. واحدة واحدة اهو ضربتها. بصي بتلمع وجميلة ازاي اهو. بنضرب واحدة واحدة. ضربتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده بالهاند بلندر. لو ما عندكيش اضربيها بالمضرب اليدوي او بالويسك، اي حاجة يعني عندك اضربيها بيها.
هتبقى بالشكل اللي انتي شايفاه ده. طبعا انا لسه كمان ما حطيتهاش في التلاجة، ده الشكل اللي هو ايه، دي بحرارة المطبخ. طبعا اما بتتحط في التلاجة بتجمد اكتر من كده. اهو بصي بالشكل الجميل اللي انتي شايفاه ده، شكل حلو وطعم حلو قوي قوي، حاجة رائعة. وشوفي اللمعة بتاعتها. نفضيها طبعا في برطمان او اي بولة عندك او اي علبة عندك كده تحفظيها في التلاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعبيها كده، ادي برطمان، وانا طبعا حطيت شوية كده ايه في بولة عشان اوريكم لما اتحطت في التلاجة. بصي بقت ايه، طبعا تماسكت ايه غير اللي هي بره. دي كنت حطيتها في التلاجة، التانية لسه ما حطيتهاش عشان انا هشتغل بيها في حلويات وحاجات كده. عايزة اهو دي انا خففتها، حطيت عليها شوية حليب صغيرين وحطيتها في الميكرويف وخففتها بالشكل اللي انتي شايفاه ده. عشان ايه؟ ابدأ تجميل برضو، هجمل بيها، هزين بيها حاجات تانية. بس وادي اللي بره التلاجة لسه ما جمدتش. وريتك اللي بره التلاجة واللي جوه التلاجة، اللي ما بتسيبيها بتبقى ايه، بتبقى سميكة بالشكل اللي انتوا شفتوها. يا رب الطريقة تكون سهلة ومبسطة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم على خير في وصفة جديدة وفي طريقة جديدة مع أميرة المسلماني. واللي عجبه الفيديو ما ينساش يدعمني بلايك وسبسكرايب ليصلكم كل جديد. مع السلامة.